مرحبا، أنا ألكسندر موتا، وفي الفيديو ده هبدأ أتكلم عن موضوع ناس كتير طلبوه مني وسألوني عنه، وكنت دايما بديهم نصايح زي شوف الفيديو ده أو شوف الهيكل ده، صح؟ لكن دلوقتي هكلمك تحديدا عن ألم الظهر، ألم المنطقة الظهرية، الألم بين لوحي الكتف، الألم في الضلوع من ورا طبعا، صح؟ وفي أول فيديو ده هنتكلم عن الآلام اللي بتيجي من نقاط الزناد والتوتر اللي بين لوحي الكتف. وهنا في العضلة اللي فوق لوح الكتف، عضلة الكتف اللي اسمها العضلة شبه المنحرفة. لوح الكتف هو مثلث، وقاعدته يعني الجزء العريض فوق والقمة بتاعته تحت وورا، ومن قدام يعني في الحقيقة قدام لوح الكتف بين لوح الكتف والضلوع في عضلة اسمها العضلة تحت الكتف. العضلة دي لما بتكون مشدودة أو فيها تشنج، وده بيحصل معاها كتير أو عندها ميل لكده، هو بيعطل حركة الدراع، العضد ومفصل الكتف نفسه، وكمان بيشد لوح الكتف لبر. ولما بيعمل كده كل العضلات دي اللي بتتصل بلوح الكتف والعمود الفقري أو بلوح الكتف والصدر أو بلوح الكتف وفقرات الرقبة بتكون في وضعية مش شغالة كويس، وضعية وحشة، كأنها بين قوسين متمددة زيادة عن اللزوم، ماشي؟ ولما ده بيحصل في المنطقة بين لوح الكتف، في منطقة العضلة شبه المنحرفة أو فوق لوح الكتف أو حتى تحت شوية، عادة بيتجمع فيها توتر، بيكون فيها ألم، أو حتى النقط اللي بنسميها نقاط الزناد المشهورة أو العقد المؤلمة دي، صح؟ وكتير من الناس بتفضل تحارب مع الموضوع ده، يعملوا تمارين إطالة أو مساج، وبيحاولوا يستخدموا أي تقنية عشان يتخلصوا من نقاط الزناد دي، مع إن المشكلة الحقيقية هنا في لوح الكتف. وللتذكير بس، تخيل إني مسكت هنا كده وشلت لوح الكتف بتاعي، دي الجهة الخلفية ودي الجهة الأمامية من لوح الكتف اللي بتكون بين لوح الكتف والضلوع، ومن هنا بيطلع العضلة الصغيرة اللي قلت عليها اسمها العضلة تحت لوح الكتف اللي بتشد لوح الكتف لبرا. عشان نعمل الشغل ده بتاع إرخاء العضلة ونحسن العضلة تحت لوح الكتف ونخفف كل المنطقة دي من الألم وعدم الراحة وزيادة الشد، هنحضن لوح الكتف بالطريقة دي بالإبهام اللي هيدخل بين لوح الكتف والضلوع، وباقي الصوابع هتكون ورا. عشان كده لو أنا عايز أشتغل على لوح الكتف اليمين، هحط إيدي اليمين على الكتف الشمال، لوح الكتف هيكون هنا، وهعمل بالظبط زي ما قلت. بص، الإبهام بيدخل وبيحضن لوح الكتف، خلي بالك ما تجيش قوي هنا في النص ناحية الضلوع، ماشي؟ حضن لوح الكتف والدراع اللي فوق دي بس، ريح، وبصبعك هتدور على أي نقطة حساسة أكتر، خدها بالراحة. العضلة دي غالبا بتكون مشدودة جامد، حتى لو مش حاسس بألم في المنطقة دي، أول ما تدوس عليها ساعات الواحد بيتفاجئ. يعني خلي بالك، دوس براحة كده، واحدة واحدة. بص، حضنت، ريحت الدراع اللي فوق، وبإبهامك دور على أي نقطة فيها وجع أكتر. ممكن تدخل أكتر أو تعمق اللمسة أكتر، كأنك بتحاول تفصل بالإبهام اللوح الكتف عن الضلوع، أو تضغط على العضلة نفسها وتدور على اللوح الكتف في الجزء اللي جوه اللوح فين فيه نقطة حساسة أكتر. وأول ما تلاقي النقطة الحساسة دي تقدر تشتغل بطريقتين. الأولى إنك تعمل مساج دائري يكون خفيف جدا، وتحافظ إن الألم يكون خفيف على قد ما تقدر. استمر في المساج ده لحد ما تحس إن العضلة نفسها بقت أرخى وأطرى والألم قل. الطريقة التانية لعلاج النقطة الحساسة دي أو العضلة دي هي عن طريق التظبيط الإقفاري أو تقنية جونز التظبيطية. ودي هتعمل فيها إيه؟ هتضغط على النقطة وتخلي فيه ألم بس يكون أقل ما يمكن، يعني ألم خفيف، واستغل كل نفس تاخده، ولما تطلع الزفير ريح دراعك اللي فوق أكتر، ريح كتفك أكتر، وسيب الكتف ينزل على الأرض. خليك ضاغط كده لحد ما الألم يخف، أو استمر في الضغط لمدة 90 ثانية أيهم يحصل الأول. بعد ما تدور على نقطة أو 2 أو 3 فيهم وجع وتعمل عليهم الشغل، يعني تعطل نشاط النقاط دي،
تقدر تجرب تاني تشوف الشد في العضلات دي وتدور على نقاط الزناد وتشوف حرية حركة دراعك. عند أغلب الناس كل المنطقة دي اللي فيها وجع أو شد بسبب نقاط الزناد بتختفي كأنها سحر. لو ده حصل معاك أنا عايزك تعمل الآتي. انت كده فهمت الرسالة اللي جسمك والعضلة تحت الكتف بتاعتك عايزاها، محتاجة تتحرر، محتاجة تسترخي، وإن الأنشطة اللي بتعملها كل يوم وعاداتك ووضعيتك وأسلوب حياتك هما اللي بيخلوا العضلة دي تتراكم فيها الشد، صح؟ يبقى هتحدد لنفسك ميعاد في اليوم، اختار وقت تكون فيه فاضي، سواء أول ما تصحى من النوم أو بعد الفطار أو بالليل أو وقت الغدا، أي وقت يناسبك، أي وقت تكون فيه فاضي. حط منبه على موبايلك وخليه يتكرر كل يوم. وقت ما المنبه يرن هتروح وتعمل تظبيط للعضلة دي بنفس الطريقة اللي اتعلمناها النهاردة. Depois, وبعد كده لاحظ ايدك وكتفك وجسمك بقى مرتاح اكتر وبقى اريح واخف وصحي اكتر. وكمان بص، في نصيحة زيادة هيساعد اكتر لو قلت الكلام ده بصوت عالي. بص، دراعي بقى حر اكتر بكتير وكتفي بقى اريح وحاسس بدراعي كله وكل الآلام والشد اللي كان عندي اختفت. أنا لسه دلوقتي أديت جسمي صحة أكتر وراحة أكتر وجودة حياة أحسن لنفسي. ممكن يبان الموضوع بسيط لما تقول الكلام ده بصوت عالي، بس لما تقول بصوت عالي انت كده بتخلي وعيك حاضر، انت كده بتركز انتباهك على النقطة دي، وده هيساعد جسمك يحافظ على الإحساس بالراحة دي لفترة أطول، وكمان هيساعد العادة دي تثبت أسرع في روتينك اليومي. وحاجة تانية، لو الطريقة دي نفعت معاك وارتحت ولو خلت النقط اللي بتوجعك أو النقط الحساسة تختفي كأنها سحر، ساعتها أتكلم مع الشخص أو المتخصص اللي بيتابعك، سواء كان دكتور علاج طبيعي أو دكتور أو مدرب بيلاتس، وقال له أنا شفت فيديو للدكتور ألكسندر موتا على الإنترنت وكان بيتكلم فيه عن العضلة تحت الكتف، وعلمني طريقة بختبر وخفف بيها الألم، ولما جربتها حسيت بتحسن كبير. ألكسندر، ليه أقول كده؟ ببساطة علشان المعلومة دي ممكن تساعد في توجيه علاجك بشكل أفضل. ولو عجبك الفيديو ده أو ساعدك أو في معلومة جديدة شاركوه مع شخصين. فكر كده في 2 محتاجين دايما بيشتكوا من وجع أو توتر في منطقة الكتف أو لوح الكتف أو الرقبة، وجع أعلى الظهر أو ألم المنطقة الظهرية اللي هو موضوعنا دلوقتي، وبعت لهم الفيديو ده. ممكن تنسخ الرابط وتبعته على فيسبوك أو تعمل تاج هنا تحت لو بتتفرج عليا من فيسبوك، أو تعمل تاج هنا تحت لو بتتفرج عليا من انستجرام، أو تبعت الرابط هنا من يوتيوب لو أنت تتفرج عليا من يوتيوب، عن طريق الإيميل أو واتساب أو أي وسيلة أنت عايزها. المهم إنك تخلي الشخص ده يتفرج على الفيديو، وده كده ممكن يساعده كتير في تحسين جودة حياته وصحته. يبقى أنا هكتفي بكده دلوقتي، ألف سلامة وأشوفكم في المرة الجاية.